بدأنا الصيف عاوز تستخدم واقي شمس يكون مناسب للبشرة. وبتيجي تستخدمه بيجير أو بيعمل شكل مش حلو، بيبقى واضح إنك حاطط واقي شمس. فتعالى أقولك إزاي تختار واقي شمس مناسب وتستخدمه صح إزاي. أولا إحنا بنختار واقي الشمس بناء على نوع البشرة. يعني أنا بشرتي جافة، وفي الغالب الجافة بتبقى بشرة حساسة. بختار أي واقي شمس بس في صورة كريم. ما ينفعش أجيب الجل، ما ينفعش أجيب كريم وجل، أو الأحسن اللي هو الكريم. طيب أنا بشرتي دهنية أو مختلطة، أجيبه واقي شمس في صورة جل. واقي شمس في صورة جل. طيب أنا بشرتي عادية، جيب الكريم وجل، جيب الكريم جيب الجل، مش هيفرق أوي. طيب لو انا بشرتي عاديه حساسه، هات الكريم احسن. يبقى الجافه او الحساسه كريم، الدهنيه او المختلطه جل. تمام. اوقات البشره الدهنيه او المختلطه بيحتاج ياخد حاجه اسمها اقوى فلويد، بيبقى مكتوب عليها اقوى فلويد. بعد كده بقى نخش على حاجه تانية، وهو معامل الوقايه من الشمس اللي هو الاس بي اف. ده على سبيل المثال هنا اهوت ده كريم اهوت. بيكون نورمال تو دراي سكين، يبقى اي كريم للبشرة الجافة او الحساسة. وهنا مكتوب اهوت لايت جel. ده بيبقى اويل فري، يعني مفيهوش زيوت، عشان بيبقى للبشرة الدهنية اللي اوريدي بتفرز دهون. وبيبقى برضو للبشرة المختلطة. تمام. مش لازم نفس الشركات يا جماعة الخير، عادي اي شركة تانية، ويكون الاس بي اف بتاعه 50. قصة الاس بي اف بقى، الاس بي اف ده عامل الوقاية من الشمس. بيبقى فيه نوعين من الأشعة الضارة اللي بتيجي من الشمس، اليو في اي واليو في بي. والخمسين ده بيحمي من الاتنين. ف وفي ناس بتكتب 100 وفي ناس بتكتب بلس 100. كله أي كلام. اللي بيبقى فعليا وعلميا ده اللي دارسينه، اللي هو الخمسين بيحمي بنسبة تتخطى 97%. ومفيش نسبة أعلى من كده، وده فل قوي وحلو قوي. يعني احنا لو حماية من الشمس 97% أو حتى 90% بيبقى ممتاز جدا. فتروح الصيدلية بس تختار بناء على البشرة بتاعتك الفورميولا، سواء كريم أو جل. وحاول قدر المستطاع تجيب شركة تكون معروفة شوية أو يكون حد جربها. ومش بالضرورة اللي يناسبني يناسبك، لازما تجرب. فلما تيجي تشتري شركة معينة، حاول قدر المستطاع لو في حجمين تاخد الحجم الصغير تجربه، وبعد كده لو ناسب معاك تستخدمه ان شاء الله على طول. يعني خاصة في فترة الصيف ضروري واقي الشمس.